السلام عليكم أعزائي وأهلا ومرحبا بكم. اليوم إن شاء الله راح نسوي لكم كباب عروق بدون لحم بطريقة سهلة وبسيطة وبمكون جديد وهو البازاليا. إذا عندكم بازاليا وحايرين شو تسوون بيها تعالوا اليوم نسوي كباب كلش طيب وسهل وبسيط ينفعكم للغداء وللعشاء وأيضا حتى ينفعكم سندويشات للمدرسة للأطفال. كلش طيب يصير طعمه يصير قريب من الطعمية أو الفلافل، كلش لذيذ. نبدأ هسه بسم الله مع المكونات وطريقة التحضير. هنا عندي كوبين من البازاليا طبعا سلقتهم، وياهم راح استخدم حبة كبيرة من البصل وحبتين من الطماطة وقليل من الكرفس. هنا عندي كوب إلا ربع من الطحين، وهنا عندي ملعقة صغيرة من الملح وملعقة صغيرة من البابريكا، نص ملعقة صغيرة من الكركم وملعقة صغيرة من الكاري أو السبع بهارات اللي متوفر يمكم. وهي هاي المكونات اللي نحتاجها، مكونات بسيطة نسوي بيها أطيب كباب. نبدأ هسه بسم الله. بالبداية لازم نهرس هاي البازاليا. طبعا أي نوع بازاليا ممكن تستخدمون، إذا كانت طازجة وياكم، إذا كانت مجمدة، إذا كانت علب، كلها بنفس الطريقة تسلقوها وتستخدموها. هنا نهرسها كلش زين، نتأكد إنه هي انهرست ونضيف لها باقي المكونات. هنا بعد ما هرستها راح أضيف لها الطماطة والبصل والكرفس اللي ثرمناهم، وأيضا راح أضيف لهم الملح والكاري والكركم والبابريكا. وهنا أبدي أضيف لهم الطحين. دائما الطحين نضيفه بالتدريج، أضيف أول شيء جزء من الطحين وأعجن، إذا احتاجت بعد أضيف لها، إذا ما احتاجت خلاص نضيفه طبعا حسب الاحتياج. هنا احتاجت بعد ضفت بعد، وهكذا نعجنها إلى أن تتجانس كل المكونات وتصير ويانا عجينة كباب متماسكة بسهولة نقدر نشكلها. هنا نبدي نشكلها بهذا الشكل على شكل أقراص مثل ما تشوفون أو أي شكل تحبون، وهنا مباشرة ننتقل حتى نقليها. هنا أنا بطاوة على النار خليت كمية يعني مناسبة من الزيت، كمية قليلة مو هواية، وعلى درجة حرارة متوسطة أبدي أقليها. مهم جدا درجة الحرارة تكون متوسطة، إذا قلتوها على درجة حرارة عالية راح تستوي من برا ومن الداخل تبقى معجنة. لازم تقلوها على درجة حرارة متوسطة حتى تستوي من برا يعني من الداخل والخارج، وتصير وياكم مقرمشة وكلش طيبة. وهنا تقلبوها على الجهة الثانية لما تستوي، وتخلوها يعني تظلون تقلبوها إلى أن تصير وياكم ذهبية ومقرمشة من كل الجهات. وبهذا الشكل نستمر إلى أن نكمل كل الكمية. طبعا هنا أنا سويت كوبين من البازاليا، ما شاء الله سويت لي كمية كلش يعني زينة من كوبين من البازاليا. وهنا نستمر إلى أن نكمل كل الكمية اللي عندنا. وبهذا الشكل صارت عندنا كباب عروق البازاليا جاهز. مثل ما تشوفون طريقته كلش سهلة وبسيطة وكلش طيب يصير. إذا عندكم بازاليا وحايرين شو تسوون بيها سووا هاي الوصفة، كلش راح تعجبكم، كلش راح تعجب الأطفال. وهي هاي كانت وصفتنا لليوم. شوفوا من الداخل شلون يصير مقرمش وكلش طيب. إن شاء الله تكونوا استفادتوا من الوصفة وتجربوها، وألف عافية عليكم، وأشوفكم إن شاء الله بوصفة جديدة، وأترككم في حفظ الرحمن.